أصحاب الفخامة والأناقة واللباقة، يا من اجتمعتم اليوم في حفل الريادة والعراقة للاحتفاء بلغة الثقافة والشعر، من القلب شكرا لكم فردا فردا لحضوركم وتواجدكم بيننا. وجودكم اليوم يعكس دعمكم للفكر والأدب، ويجسد التزامكم بتعزيز الثقافة في مجتمعنا. أتقدم بالشكر والامتنان لدارة الشعراء ممثلة بمؤسسها الأستاذ تيسير الشماسين، لما له مش مؤسس، حكيناها 100 مرة. خطأ مطبعي. أحد المؤسسين لما له من دور كبير في تعزيز الحركة الأدبية وتوفير منصة للكتاب والشعراء لإبراز إبداعاتهم. الحضور الكريم، وقبل كل شيء دعونا نستهل حفلنا هذا بالدعاء لأهلنا في غزة بالحفظ والنصر، وأن يزيل عنهم الله كل هم وغم. كما نود أن نهنئ أهلنا في سوريا، ونسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم، وأن يعيد لهم الأمن والاستقرار. ومع اقتراب العام الجديد أتمنى أن يكون عاماً مليئاً بالسعادة والإنجاز والسلام والازدهار للجميع، وأن يحمل لنا جميعاً الفرح والأمل والتغيير الإيجابي. أكرر ترحيبي بالجميع في هذا الحفل الكريم الذي اجتمعنا فيه من أجل الاحتفاء بإشهار كتاب التركيب اللغوي للصورة الشعرية في شعر محمد صيف، تحديداً ديوان عشتار وجراح الأندلس نموذجاً للكاتبة العراقية إيمان عبد العزيز. الشاعر محمد صيف من أبرز الشعراء المعاصرين، بدأ مسيرته العلمية بدراسة اللغات الأجنبية، فهو حاصل على بكالوريوس أدب إسباني ودبلوم لغة إنجليزية في جامعة بغداد. عمل مذيعاً في قناة بغداد أو في قناة العراق الفضائية، وقدم برامج عدة منها حوارات عربية، شاهد وموقف، وبين الناس، وتولى حملة من المسؤوليات والمهام، جملة تحديداً أعتذر، وكان من أبرزها أنه رئيس البيت الثقافي العراقي في الأردن، وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو رابطة الكتاب الأردنيين، وهو أيضاً عضو في لجان تحكيمية للشعر العربي. له أعمال شعرية كثيرة أغنت المدونة الشعرية العربية الحديثة بنموذج مميز وخاص من الشعر، ومن أهم أعماله ديوان الأزهار تموت في آذار، وديوان على أجنحة الجراح. طبعا طبع كلا هذين الديوانين مرتين طبعتين. وديوانه عشتار وجراح الأندلس الذي صدر بطبعته الأولى عن دار البيروني في عمان، طبعا وغيرها من الكثير من الإنجازات. أعماله الإبداعية غنية عن التعريف، ونالت عناية كبيرة من الدارسين والنقاد. كتب حول تجربته الكثير من النقاد والباحثين، ونشرت أعماله في العديد من الصحف والمجلات ما شاء الله. من الجدير بالذكر أن ديوانه يمثل، طبعا أنا أتحدث عن ديوان عشتار وجراح الأندلس، ديوانه يمثل قصائد كتبت من وحي تجربة الشاعر، وفيه تعبير عن الذات والوطن والأمل كما ذكر في المقدمة. أما عن عشتار المرتبطة بالحب والجمال والخصب، فتمثل مصدر الإلهام للشاعر، وهذا ما يظهر في معظم قصائده التي يتضمنها الديوان. إذ يقول الشاعر محمد صيف في قصيدته الموسومة بعنوان أجيبيني، موجها خطابه للمرأة: زرعت لك القصائد وهي كثر، حقولا تنتشي فيها الظلال، وصغت لك النجوم سوار حب، لأطياف السنة فيه انثيال،
ومن جميل ما قال في قصيدته الموسومة بعنوان بريد من دارة: جنوني فيك يسكنني براكينا وأختارا كتمت الشوق أياما فعاد الشوق إعسارا. لن أطيل عليكم أكثر، سأترك المجال لشخصية مميزة في عالم الأدب والشعر، وهو الدكتور علي غبن. ليقدم لنا إضاءته الأدبية حول كتاب التركيب اللغوي للصورة الشعرية في شعر محمد نصير. وجدير بالذكر أن الدكتور علي شاعر وناقد أكاديمي له بصمة واضحة في الساحة الثقافية الأردنية، يشغل حاليا منصب نائب رئيس دائرة الشعراء الأردنيين، وهو عضو فعال في رابطة الكتاب الأردنيين. الدكتور علي ليس فقط شاعرا، بل هو ناشط ثقافي يشارك في العديد من الهيئات الإدارية والمنتديات الثقافية. له العديد من الدواوين الشعرية، من بينها نبض القصيد الذي صدر بدعم من وزارة الثقافة وباب الوصل. بالإضافة إلى ذلك لديه مجموعة من الأبحاث والدراسات النقدية التي تعكس عمق تفكيره وإبداعه. ساهم في العديد من المهرجانات الأدبية وتميز بشعره ونقده، وشارك أيضاً في تحكيم مسابقات أدبية متنوعة. إن وجوده الآن بيننا هو فرصة للاستماع إلى أفكاره ورؤاه حول الأدب والشعر، فلنرحب به ونستمتع بما سيقدمه لنا الآن. على قول زياد السعودي: والله العظيم وحياة الله ايش؟ مساء الخير. يعني عادة الشعر يلقى على المنصة، أما القراءة النقدية أو الانطباعية فلا تقرأ على المنصة. هيك أنا بعرف، كنت مهيئ حالي إني أقرأ وأنا جالس وأحط رجل على رجل. ورقة واحدة يعني مش هاي رؤوس أقلام. كويس. أسعد الله مساءكم بكل خير. شكرا حنين، شكرا للحضور الكريم، وأهلا وسهلا بكم في دارتكم دارة الشعراء. وكما قدمتني بصفتي عضو من أعضاء هذه الدارة، فإنني أفخر أن أقف على منصتها أولا متحدثا ومرحبا بكم، ومقدما في المرة الثالثة لعضوين جميلين من أعضاء إدارة الشعراء: الشاعر الجميل الأستاذ محمد نصيف، والشاعر المميز البرنس أمير الشعر الدكتور محمد محمود محاسنة. فأهلا وسهلا بكم حضورنا الكريم، وأهلا وسهلا بمن اعتلى المنصة من فرسان الكلام وأرباب المعرفة. لن أطيل عليكم، وأنا دائما بحكي هيك ولا ألتزم، لكن سأحاول أن ألتزم. نحن اليوم نجتمع في احتفالية نسعد بها جميعا. هذه الاحتفالية مصدرها كتاب يحمل عنوان التركيب اللغوي للصورة الشعرية في شعر محمد نصيف، ديوان عشتار وجراح الأندلس المودجة. يعني نحن كلنا فخر وسعادة أن تصدر، وهذا الكتاب هو في أصله رسالة جامعية، رسالة ماجستير. نحن كلنا فخر وسعادة أن تصدر رسائل الماجستير والدكتوراه، وأن تكون الأعمال الأكاديمية موجهة نحو شعرائنا المعاصرين ممن يعيشون بيننا. وقد سبق الأستاذ محمد نصيف في ذلك عدد من حضور هذه الندوة. فالأستاذ علي الفاعول الشاعر الكبير كتب عنه، الأستاذ سعيد يعقوب الشاعر الكبير كتب عنه في رسائل جامعية، وكلنا ممن نشتغل بحرفة الأدب ونتعاطى مهلوسات الشعر. نتمنى، هي مهلوسات يا أستاذ هسه بتعرف سوريا وكبتلوان صار كثير. فكلنا نتمنى أن يكتب عنا وعن أعمالنا وعن
نتاجنا الأدبي في حياتنا على الأقل. وهذا يعتبر يعني من ضمن الأشياء التي نفخر بأن نقدمها في سيرنا الذاتية، أن تكون قد كتبت عن الشاعر رسالة جامعية سواء في الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها من الأبحاث. حديث اليوم سيكون حول 3 موضوعات. الموضوع الأول هو هذا الكتاب، والذي جعلته كاتبته الأستاذة إيمان عبد العزيز في 3 فصول. فصل تحدثت وعبرت فيه لمفهوم أو مفاهيم سترد في دراستها، فتناولت مفهوم التركيب والأسلوب والانزياح وغيرها من المصطلحات التي حاولت أن تجعل في هذا الفصل بينها وبين القارئ أو المتلقي جسرا واحدا من المعرفة، كي لا ينصرف الذهن إلى معان مختلفة، لأن لهذه المصطلحات الأدبية العديد من الدلالات أحيانا وقد تكون متضاربة في بعض الأحيان. فارتأت أن توحد هذه الرؤية فيما اعتمدته من تعريفات لهذه المصطلحات، فكانت في هذا الفصل موفقة سلسة، تناولت بإيجاز أهم هذه المصطلحات وعرفت بها لغويا واصطلاحيا، ثم اعتمدت المعنى الذي ستسير عليه في خلال الكتاب أو في خلال الرسالة وأثناء عملها. في الفصل الثاني تناولت أنماط الصورة الشعرية وقسمتها إلى 3 أقسام رئيسية. تناولت الاستعارة والتشبيه، كما تناولت المجاز والكناية، ثم تناولت الرمز والأسطورة، وأصلت لكل مفهوم من هذه المفاهيم، واستندت في ذلك إلى نماذج مما وجدته ينضوي تحت هذه المفاهيم من شعر الأستاذ محمد نصيف في ديوان عشتار وجراح الأندلس. وفي القسم الثالث تحدثت عن الأنساق التركيبية أو التراكيبية للصور الشعرية في ديوان عشتار وجراح الأندلس، حيث تناولت مجموعة كبيرة من الصور الشعرية الواردة في الديوان، وقامت بتحليلها تحليلا لغويا وأدبيا ونحويا، حيث بيّنت العوامل التي أو التراكيب وما تكون ونتج عنها من صور شعرية، مبينة دور الإسناد تارة والجمل الإسمية والفعلية تارة أخرى، وتناولت جوانب تتعلق بالإضافة والتراكيب المزجية وغيرها، وهو كله عمل متخصص في محاولة تتبع كيفية بناء الصورة الفنية عند الأستاذ محمد نصيف. ثم خلصت في نهاية البحث أو الرسالة إلى أن في هذا الديوان تتحقق جميع الأنماط التي أشارت إليها من أنماط تكوين وتشكيل الصورة الفنية، ودللت مرة أخرى على أبرز هذه الأنماط، بحيث كان الكتاب كرسالة جامعية يعني يحقق الحد المطلوب منه لطالبة ماجستير تعاملت مع الديوان ومع الأدب بشكل لن أقول متميز تماما، ولكن بالشكل الذي يجعلها تجتاز أو تحصل على الدرجة العلمية. ربما لمأخذ أن في الفصل الثاني عندما تناولت أنماط الصورة الشعرية وحاولت أن تؤصل لها، كان الأولى ألا تكون الأمثلة من شعر الأستاذ محمد نصيف، فالجانب التطبيقي هو ما كان أو ما حصل في الفصل الثالث. أما في الجانب التأصيلي أنا لا أؤصل لمفهوم مثلا الاستعارة كمفهوم نقدي يتعلق بالصورة الفنية وأريد أن أدرسها في شعر محمد نصيف، ثم يكون التأصيل أيضا من خلال شعر محمد نصيف. هذه الازدواجية ربما غفلت عنها الكاتبة، وآمل أن تتجاوزها إن شاء الله في مرحلة الدراسات العليا ما بعد الماجستير في الدكتوراه وفي غيرها من الأبحاث. هذا ما يتعلق بالكتاب محط الاحتفال. أما الديوان سبب الكتاب وسبب الاحتفال فهو من إبداع وإنتاج شاعرنا الجميل الأستاذ محمد نصيف، الذي
عنون له بعنوان إحدى قصائده عنوان عشتار وجراح الأندلس. هذا الديوان يقع في 21 قصيدة كلها من الشعر العمودي، تناولت مراحل زمنية مختلفة بدءا من أعتقد سنة 82 عندما أرسلت ممثلا لمدرستك. نعم، إلى مدرسة أخرى للبنات. مش هيك تنحكى يا سيدي، كيف الأدب والأناقة. عندما ذهب ممثلا لمدرسته إلى مدرسة البنات ليتحدث ويقرأ لهن الغزل. مين مدير مدرستكم كان؟ هذا متطور منفتح. وكان حسب ما ذكر كان في المرحلة الإعدادية، وأعتقد إنه كنت 16 سنة من يومه. لا، ما هو هاي مش ظابطة، لأنه لما من ميزات الديوان إنه يؤرخ لكل قصيدة في عشتار وجراح الأندلس باستثناء قصيدتين أغفل أو تعمد عدم ذكر التواريخ. القارئ للديوان يعني أول شيء عشتار كلنا نعرف إلهة القصب والأنوثة والجمال عند إخواننا اللبنانيين بدءا من الفينيقيين وما بعدهم، وأخذت منها إلى وفي العراق أيضا كمان. لا كيف أخبار عمليات بدأت في العراق عشتار وتموز. تمام يعني ما هي العراق وبلاد الشام لبنان واحد. الهلال القصيب هي كانت الحضارة في ذلك الزمن، لكن فيما بعد انتقلت بصور مختلفة إلى الأدب اليوناني والروماني وغيره. يعني القارئ للعنوان يتخيل أن الكتاب سيدور حول الغزل. ثم جراح الأندلس، يعني كلنا نعرف تداعيات ارتباط الأندلس بوعي الجمع العربي وما يمثله من فترة ازدهار وفترة انتصار، وكيف نأمل بعودة هذا الازدهار والانتصار. والحقيقة أن الديوان نعم فيه غزل وفيه حديث عن ذكريات وحنين لهذا الانتصار وهذا الزمن المميز الذي عاشه العرب قبل ما يقارب 800 سنة. لكن المتتبع للزمن زمن كتابة القصائد يجد أن محمد نصيف في هذا الديوان وضع أو استعان بقصائد تمثل 3 مراحل من حياته. المرحلة الأولى مرحلة الشباب المبكر، بدءا من رحلته إلى مدرسة البنات ووصولا ربما إلى رحلته إلى إسبانيا والقاهرة. هو ما رحل إلى إسبانيا لكن درس اللغة الإسبانية فرحل إليها بفكره وخياله. وفي هذه الفترة وإن كان حاول أن يعني يربك القارئ بألا يجعل القصائد متسلسلة زمنيا بترتيب الديوان، لكن نلمح صورة هذا الشاب المفعم بالحياة المحب للمرأة المتأثر كثيرا بالجواهر وبمن سبقه من شعراء العراق الملتزمين أو شعراء العرب الملتزمين، والملتزمين هنا لغويا وفكريا، فلا نجد في شعره خروجا ولا إسفافا، إنما نجد لغة قوية. لكن الأفكار اللي بيطرحها في أغلبها هي أفكار شاب مراهق ينظر للمرأة نظرة فيها قدسية وفيها جلال، فيها حب أفلاطوني تميز به وبتوصيفه خلال هذه الفترة في أعماله في الديوان. الفترة الثانية فترة مضطربة لا تظهر ملامحها بشكل واضح في الديوان بشكل نستطيع أن نؤطرها، هي فترة التسعينات، أواخر التسعينات وسقوط بغداد إلى بداية 2008 بداية 2008 يعني أو 2009 بعد سقوط بغداد ب6-7 سنوات. الفترة هذه في الديوان عبر عنها بمجموعة متنوعة من القصائد في أغلبها تمثل فكرة جراح الأندلس.
وفكرة أصبحت العشتار هنا ليست الحبيبة، إنما تحولت إلى الحبيبة والعراق، كما ذكر في إحدى قصائده أعتقد العراق وحبيبتي والعراق وحبيبتي. سرعان ما تمر هذه الفترة لنجد محمد نصيف شاعرا أنيقا، وهذه يعني اسمحوا لي أضع تحت أنيقا أكثر من خط، لأنه هو فعلا أنيق. هذه الكلمة التي يعني أجدها تليق تماما بما عثرت عليه من قصائد في هذا الديوان، تمثل فترة 2010 وما بعد. محمد نصيف أصبح أكثر عناية بمظهره الخارجي وجماله الشخصي، وسامته ووسامة قصيدته، فأصبحت الفكرة والعقلنة تغلب على العاطفة في القصيدة، فخفت قليلا روح الشباب، روح الاندفاع، وبرزت روح الحكمة وروح العقل، وأصبحت القصائد ثقيلة من العيار الثقيل إنجاز التعبير. وهذا يعني ما يحسب لن أقول لمحمد نصيف، إنما يحسب للعمر والزمن، أنه دائما يهذب اندفاع الشعراء ويحيلهم في النهاية إلى حكماء يتخلون شيئا فشيئا عن عواطفهم تجاه آرائهم وأفكارهم. هذا كان مجمل تصوري عن الديوان. أما عن الشاعر، وهو الشق الثالث من محور حديثي، محمد نصيف شاعر كلكم في الأغلب، كي لا أكون مبالغا، تعرفونه وتعاملتم معه. هذا الرجل الأنيق الجميل المهذب له فضل لا ينكر على المشهد الثقافي الأردني، فهو من خلال عمله في قناة الرافدين العراقية ساهم في برنامج فضاءات باستضافة العديد من الشعراء والكتاب والمبدعين الأردنيين، ويعني كان سببا في ازدياد ثقتهم بنفسهم من خلال ارتقائهم منصة قناة فضاءات، قناة الرافدين في برنامج فضاءات، وعقد حوارات مطولة معه عن نشاطهم الثقافي والإبداعي والأدبي. يعني لو لم يكن لمحمد نصيف سوى هذا الجهد لكفاه كثيرا كثيرا، فهذا جهد مؤسسي ليس جهد فردي، وأن يطلع به فرد واحد هذا يعني ما لا نقدر على إنكاره، ولا بد له أن يشكر ويحمد على ذلك. فكل الشكر لمحمد نصيف على دوره في تنشيط الحركة الثقافية في الأردن من خلال برنامجه فضاءات الذي يبث على قناة الرافدين وغيره من البرامج. وطبعا كلكم تعلمون أن محمد نصيف له أكثر من ديوان شعري، وتشرفت بأن رافقته في واحدة من أخريات الأمسيات التي شاركت فيها كشاعرا في مهرجان مؤاب. نعم، حيث يعني السفر يعني كما يقال يكشف معدن الرجال، وقد كان نعم الرفيق في السفر، وإن كانت ليس سفرا طويلا. أمتعنا كثيرا ذلك المساء لقراءة نصوص حول المرحوم صدام حسين وحول قضايا الأمة أبرزها فلسطين وغزة، فله منا خالص الشكر والتقدير على هذه المواقف العروبية التي تذكر فتشكر وتحمد. محمد نصيف وهذا الكتاب والاحتفاء هذا اليوم بهذا الكتاب هو احتفاء أكثر بمحمد نصيف الشاعر صديقنا وأخونا، واحتفاء بجهده وثمرة عمله في الساحة الأردنية، سواء شاعرا أو إعلاميا أو صديقا. كل الشكر لكم لحسن استماعكم. شكرا لمحمد نصيف على دعوتي لأن أتحدث بهذه الكلمات التي
رجوت أن لا أطيل لكن يبدو أني أطلت. شكرا لكم. أهلا وسهلا بكم من جديد. بس كانت جميلة. حديث شائق وماتع تأثير. يعتبر الشعر وسيلة تعبير فنية وإبداعية تحمل مشاعر وأفكار عميقة، ويحمل رسائل تثقيفية وتعليمية، وهو بدوره يحفز الإبداع ويحفز الخيال. فمن يدرس الشعر يستطيع تطوير مهاراته في الكتابة والتعبير، فضلاً عن أنه يعزز الفهم الثقافي ويساعد على فهم التاريخ والثقافة بشكل أعمق. وقراءة الشعر تسهم في تحسين المفردات وإثراء الموروث اللغوي وتعزيز الفهم اللغوي للغة المجازية والصور التعبيرية، مما يعني أن للشعر أثراً كبيراً في التوليد الأكاديمي، وهذا ما سنتعرف عليه أكثر من خلال دراسة شاملة يقدمها لنا الدكتور محمد محاسن، وهو أستاذ حاصل على درجة الدكتوراه في اللغة والنحو، وعضو في رابطة الكتاب الأردنيين، وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، فضلاً عن أنه عضو اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وعضو مؤسس وهيئة إدارية لإدارة الشعراء الأردنيين. عمل محاضراً في جامعة اليرموك وآل البيت، ومعلماً في وزارة التربية والتعليم. له عدة منجزات علمية وأكاديمية متنوعة، منها المصدر المؤول بين الأصالة والفرعية في النظرية والتطبيق، مقولات نظرية العامل بين القدماء والمحدثين، الجملة العربية بين القدماء والمحدثين، ديوان شعر الطريق، وغيرها الكثير. شارك في عدة ندوات ومؤتمرات، منها المؤتمر الدولي الثاني في اللغويات، مؤتمر التواصل الحضاري العماني المغاربي في العصر الحديث، والمؤتمر الدولي الثالث للغويات، وغيرها العديد من المؤتمرات. حصد جوائز عدة، منها جائزة مسابقة أمير الشعراء في الإمارات العربية المتحدة، وجائزة المعلم الشاعر، وجائزة شاعر جرش للشعر العربي الفصيح، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى العديد من الدروع والتكريمات. فليتفضل مشكورا ليقدم لنا خلاصة دراسته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والحمد لله الذي جعل الشعر شاهدا على البلاغة وغايتها ورفعتها. لم يجد المنكرون لبلاغة القرآن وحقيقة علويته إلا أن نسبوه إلى الشعر. وبعد، في جعبتي تشكرات كثيرة جدا، أولها وأسناها وأعلاها لدارة الشعراء على هذا المحفل البهي، وهذا اللقاء السني الذي تتيحه للاحتفاء بمن له الشكر الثاني، الشاعر الحقيقي العراقي مولدا العربي عروقا محمد نصيف، وربما أن الدكتور علي يعني تحدث عنه بما لا أتجاوزه. والشكر الثالث أيضا لهذا الجمهور النوعي الذي يحج للكلمة ويحج لأصحابها، فأرجو أن أوفق فيما أقدم. سأتحدث بعجالة للتعبير عن احترام الوقت واحترام صاحب الاحتفاء والمحتفى به، عن أثر الإبداع في التوليد الأكاديمي. وإذا أردنا أن نعيد إنتاج هذا العنوان بلغة نتفق عليها جميعا، سأقول أن هذا العنوان يشي بجدلية أيهما أسبق، الإبداع أم النقد، وهل كل نص وهل كل عمل أدبي يثير قريحة النقد وشهيته لكي يتحدث عنه. وهذا يقودنا إلى شكلين من النقد لا ثالث لهما، وهما الشكل الانطباعي كما تعرفونه، وتعرفون الشكل الآخر ألا وهو الأكاديمي الموضوعي.
وبين الانطباعية والموضوعية تبرز لنا صورة الأديب الحقيقي تماما كما تبرز لنا صورة الناقد الحقيقي، ذلك أن النص الحقيقي إذا كان قائما على أسس نصية تكتنز مفاهيم التراث وتعبر عن الوعي الجمعي للأمة التي كتب فيها النص سواء كانت عربية أو غير ذلك، فإنها ستحفز ذهن المتلقي ليتجاوز التلقي الانطباعي ليقدم نظرة موضوعية أكاديمية قائمة على استكناه بواطن هذا النص للوقوف على عتباته بل اجتيازها إلى مكنوناته الحقيقية. وإذا بحثنا عن شواهد لما أقول سنجدها كثيرة جدا. فمنذ باكورة جدلية النقد والشعر نجد أن النقاد كثيرا ما مالوا إلى جلد الشعراء، ذلك مما يساق، لو قال كذا لكان أبلغ، ولو حدث لكان أفضل، وما زال يهدي حتى قال شعرا، وكأن النقاد نصبوا من أنفسهم آلهة لإجازة الشعر. ولكن إذا نظرنا إلى الشعراء أيضا سنجدهم في كل جولة كانوا يقدمون ما يتجاوزون به النقاد، ليس لغفلة منهم كما ظن النقاد ذلك، وإنما لأن طبيعة الشعر تقتضي أن تتفوق الذات على الموضوع. وخير شاهد عليها ما حصل بين عبد الملك بن مروان والفرزدق لما قال الفرزدق مفتخرا بنفسه وببني أمية: هذا ابن عمي في دمشق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينا. فلما بلغ المقال عبد الملك بن مروان ماذا قال؟ أما والله لو قال لو شاء ساقكم إلي قطينا لسقتهم إليه، والفاعل في شاء يصير عائدا على عبد الملك بن مروان. والفرزدق لم يغفل عن إحالة الضمير، قطعا لم يغفل، لكن أنا الشاعر يجب أن تظهر في النصوص الخالدة وفي النصوص المجيدة. ما زاد إلا أن جعلني شرطيا. نعم، هذه تكملة العبارة. شكرا أستاذ أبا العلاء. إذا أردنا أن ننفذ من هذا الحديث الذي مهدت به إلى جلستنا هذه، سأقول أنني بعد استقراء هذا الكتاب التركيب اللغوي في الصورة الشعرية في شعر محمد صيف ديوان جراح الأندلس، ديوان عشتار وجراح الأندلس، وكنت قد قرأت الديوان وقرأت غيره واستمعنا لهذا الرجل، سأجد أن الكتاب لم يستوعب كامل الأبعاد الفنية والموضوعية لمضامين الديوان ولفنياته ولإبداعه. وهذا الاستيعاب لا يعبر عن قصور بالضرورة في رؤية الناقد أو المحلل أو الواقف مع هذا الكتاب، وإنما قد يكون قصورا في الأدوات أحيانا أو استعجالا وإنضاجا في غير محله. لذلك من هنا أتحدث فأقول إن ديوان عشتار وجراح الأندلس اشتمل على مكنونات لا سيما في الجانب الرؤيوي إذا جازت النسبة إلى رؤية برؤيوي، الرؤيوية العربية القومية المطلقة التي نختصرها بوحدة المصير وبوحدة اللحظة الأولى، معليا من شأن اللغة العربية وما فيها من دلالة على قومية من يتحدثون فيها، كما قال أبو عمرو بن العلاء: إنما العربية اللسان. وهذه العبارة تفسر في سياق عرقي دقيق جدا، ذلك أن في زمن من الأزمان، الدكتور محمد المجاري يعني ربما أدق مني في هذه التوثيقة، كان يؤخذ على العرب بأن العلماء ينسبون إلى غير العرب. فقال أبو عمرو بن العلاء مقالته المشهورة: إنما العربية اللسان، ليقصد بها إن كل من خضع إلى الثقافة العربية هو عربي بالضرورة. وإذا وقفنا مع الرمز والأسطورة في ديوان عشتار وجراح الأندلس وإعادة إنتاجها وفق منظور لغوي عربي، سنجد أن الشاعر يعمل على إعادة أو المساعدة في إعادة إنتاج الوعي العربي ليتبصر في اللحظة الراهنة التي نعيشها، لكي نستطيع أن نتجاوز هذه الكبوة التي تمر بها الأمة العربية. والعراق كان مثالا للأسف الشديد سيئا لهذه الكبوة. وإذا كنا نحن في الأردن منحازون بالفطرة
وبالوعي إلى العراق، عراق المجد والأصالة، فأنا أقول أيضا أن العراق منحاز بالفطرة وبالوعي إلى الأردن، أردن الحرية والتعبير. هذه الثنائية التي عبر عنها بين بغداد وعمان، تمام، هذه يعني لا تمر مفرغة من دلالتها، وإنما يجب أن تؤخذ في سياقها العربي. في الحقيقة لدي الكثير مما يقال، وقد أكتب مفصلا في هذا الموضوع بما لا أبخل به على هذا الجمهور النوعي. إذا وجدتم ما قلته حقيقي وقمين بالاهتمام نرجو ذلك والله، إن شاء نرجو الله. ذلك. وإذا كان لابد أن أختم فإنني سأختم بأننا مشتاقون لسماع شعرك يا أبا الخطاب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا صديقي. تفضل تفضل. بس شوية تفضل. الشعر لغة الروح، وكلماته تداعب الفكر الملهوف، ولغة الشعر خالدة ما دام في القلب روح. والآن سأترككم لنمتع أذهاننا ونطرب أسماعنا بإلقاء شاعرنا الجميل الإعلامي المبدع محمد نصيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، السلام عليكم وطاب مساءكم. الشكر لله أولا الذي من علي بهذا الحضور الجميل، هذه المحبة والمودة التي لا تشترى بثمن ولا تقيم بذهب أو فضة أو مال، ولا يمكن أن تتحقق لامرأ إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. شكرا لهذا الحضور الجميل، شكرا لدارة المشرق أو دارة الشعراء، أيضا من هنا نسجي التحية إلى رئيس دارة المشرق التي سافرت إلى الإمارات، كنا نتمنى أن تكون حاضرة سيدة زهرية صحوب. شكرا لدارة الشعراء إدارة وحضورا، والشكر لمن يشاطرني المنصة في هذا المساء البهي، بدءا من مقدمة الحفل حنين نصار التي جمعتني بها الأقدار عبر عمل إعلامي وتواصل ثقافي، وإلى أخي وصديقي العزيز دكتور علي غبن الذي طوقني بجميله بما قال عن تجربتي، والحبيب دكتور محمد محاسنة الذي لا أفيه حقه دائما. الذكر الطيب لمحمد نصيف يرد على لسانه وقلبه. الكتاب كما تحدث عنه الأحبة على هذه المنصة هو التركيب اللغوي للصورة الشعرية في شعر محمد نصيف، ديوان أشتار وجراح الأندلس نموذجا، وبعض اللغويين يقولون لا يجوز أن نقول نموذجا، نقول مثالا، لكن الباحثة قالت نموذجا للباحثة والكاتبة والمختصة في اللغة العربية إيمان محمد عبد العزيز من العراق. طبعا أشكرها من هذه المنصة، وأشكر المشرفة عليها الدكتورة وداد الأيوبي من القطر اللبنانية شقيق، التي أشرفت على هذه الرسالة، وكان لها وللباحثة الفضل في إعطاء ديوان أشتار وجراح الأندلس هذه المساحة من الإشراق في الفضاء اللبناني. أشتار وجراح الأندلس هو في الأصل عنوان لقصيدة كتبتها لطالبة زميلة في الجامعة عندما كنت أدرس الأدب الإسباني في جامعة بغداد، وسألتني سؤالين: لماذا اخترتني أنا من دون الطالبات؟ ولماذا تدرس الإسبانية؟ فكانت ثمرة هذا الحوار هذه القصيدة أشتار وجراح الأندلس،
وفيما بعد شعرت أن هذا العنوان عنوانا شاملا يصلح أن يكون بديوان، لذلك استعرت هذا العنوان من القصيدة ووضعته على واجهة هذا الديوان، ديوان مشتاق جراح الأندلس الذي فاز بجائزة الشعر عام 2019 في بيروت، جائزة سعيد فياض للشعر. ودعيت إلى بيروت وكرمت في نقابة الصحفيين اللبنانيين، وشاء الله سبحانه وتعالى أن سخر الأقدار أن كانت هناك ثورة في العراق في تشرين الأول من ذلك العام، وكتبت لهذه الثورة. وعندما كنت في بيروت في الشهر نفسه انطلقت ثورة تشرين في بيروت أيضا، وكانت تتناغم مع ثورة تشرين في بغداد. وأنا أقول تشرين وأؤكد على تشرين وليس أكتوبر. أكتوبر دخيل على تقويمنا العربي، نحن مشرقي العرب لنا ذكريات جميلة مع تشرين، ولطالما ورد تشرين في قصائد الشعراء وفي أغاني المطربين. لذلك يعني آثرت دائما أن أذكر علينا أن نحافظ على تقويمنا العربي، لأنه ارتبط بذكريات وأحداث جميلة وقصص جميلة. ولا ننسى انتصار العرب عام 73 لتشرين على الكيان الصهيوني، وما زالت تلك الحرب نسميها في العراق وفي الشام حرب تشرين. ما قاله الحبيب علي دكتور علي غبن أن أول الفعاليات التي يعني شاركت فيها في بداية ولادتي كشاعر أن مدرستي، نحن نقول الإعدادية اللي هي الثانوية، أرسلت وفدا فنيا إلى إعدادية البنات. كان هناك توجيه من وزارة التربية والتعليم أنه يصير تبادل بفرق الفنية والثقافية بين مدارس البنين والبنات. فمن حظي أنه اخترت كشاعر ضمن الفريق الفني الذي شارك احتفالات نيسان عام 82 في مدرسة شط العرب للبنات، وقرأت ما قرأت في تلك الفترة من بواكير خربشاتي. فبعضها هنا في الديوان، إنه هذه القصائد يعني كتبتها على مراحل مختلفة من سنوات طويلة، من بواكير قصائدي ثم المراحل الأوسط ثم ما بعدها. سأبدأ بقصيدة عشتار وجراح الأندلس التي هي أخذت عنوان هذا الديوان، يعني على الرغم من أنها قصيدة غزلية كتبتها لطالبة كانت تمتلك ما تمتلك من الفتنة والإثارة، يعني ما جعلني أنه أشعر بنشوة وأنا أقف معها في الجامعة. فكانت تتبختر كعارضة الأزياء في الجامعة. وبدأت قصيدتي وقلت: تبختري واتركيني حاملا ألمي، فيه هوى واعلمي أن المراق دمي. تبختري واتركيني حاملا ألمي، فيه هوى واعلمي أن المراق دمي. تمايلي كبرياء والهوى ضرم، يجر قلبي إلى دنيا من الضرم. اللي كسارية يا أعذب امرأة، راحت بقامتها تختال كالحلم. عيناك والشعر والأقراط تحملني إلى مدارة ليل طيب النسم. كشاطئ
ونجوم الليل قد سقطت على مداه، فذاب الضوء في الظلام. يا وجه أشتار، يا وجه أشتار، يا من فيك مختصر زهو الحضارات، إذ يمتد في القدم من بين عينيك ذنوس قد انبعثت، تخيط من شعرك الشلال قيد فمي، أجر بالقلب ملتاعا ومرتجفا إلى هواك فلا أجني سوى الندم، أستجمع الحب كي ألقاك ملهمتي، فأنتهي في مدى عينيك كالحطم، فكلما جئت أروي ما يراودني تموت فوق شفاهي ثورة الكلم. ثم التقينا وضوح الحب يسكرني، ثم التقينا وضوح الحب يسكرنا، حديثها العذب يغري سحره نهمي. لا تسأليني لماذا أنت من شغفت قلبي، فوحدك من قد أججت حمامي. فلم تكوني هوى يأتي بلا وجع، فما يداني طموحاتي سوى القمم، ولا تشاغل وجداني سوى امرأة تهز روحي كسيل جارف عرمي، ولا تروق زهور قد تغازلني بالعطر ما لم يجرح شوكها قلمي. الله عليك. فلم تكوني هوى يأتي بلا وجع، فما يداني طموحاتي سوى القمم، ولا تشاغل وجداني سوى امرأة تهز روحي كسيل جارف عرمي، ولا تروق زهور قد تغازلني بالعطر ما لم يجرح شوكها قدمي. قالت أفي لغة الإسبان منفعة فاخترت لهجتها عن سائر الأمم. قالت أفي لغة الإسبان منفعة فاخترت لهجتها عن سائر الأمم. ماذا أجيبك يا حلم الفؤاد وبي من الإجابة حزن يستبيح فمي. تشدني لغة الإسبان سيدتي فجئت أبحث فيها ضيعة الحلم. روحي تفتش عن عشق يطوف بها على غرام ابن زيدون بشوق رمي. أتيت والشوق الحمراء يصحبني حمامة حملت في طوقها سقمي. أتيت والقلب عصفور يسابقني إلى الديار بعشق تائب بدمي. أتيت يحملني التاريخ فيض أسى أسائل الحرف عن غرناطة الألم. جميل. أتيت والقلب عصفور يسابقني إلى الديار بعشق ذائب بدمي. أتيت يحملني التاريخ فيض أسى أسائل الحرف عن غرناطة الألم. أستعلم اللغة ليذكى بها وجعي وكل حرف يواري جرح منهزم. وخلف كل سطير دمع نائحة ما زال رغم ابتعاد الحادثات حمي. ليت الخيول التي غابت بأندلس، ليت الخيول التي غابت بأندلس تطل من غابة الأحزان والغمم. تأتي فتشفي جراحا أصبحت قدرا فينا على الدهر لم تهدى ولم تنام. من قصائد الديوان التي حملت الحب ووجع الوطن قصيدة العراق وحبيبتي. العراق وحبيبتي، سحر الجمال بمقلتيك، سحر الجمال بمقلتيك ينادي حتى سكبت براحتيك ودادي. سحر الجمال بمقلتيك ينادي
حتى سكبت براحتيك وداعي، وعلمت أن طريق عشقك متعب، فالتاع في الصبر الجميل فؤادي، وعزمت أني سوف أجتاز الذرى وأنال من كف المحال مرادي، والقلب شاد في هواك نشيده، أصغي لقلبي في غرامك شادي، من دفق شرياني أسطر أحرفي وأذيب قلبي في مسيل مدادي، طوفي على ظمأ السنين سحابة، أنا منذ أعوام لغيثك صادي، طوفي على ظمأ السنين سحابة، أنا منذ أعوام لغيثك صادي، كوني بلادي قد سئمت تغربي من بعد ما سرق اللئام بلادي، مدن التغرب أشعلتني جمرة وذرت على فوضى السنين رمادي، جمر الفراق المر يحرق أضلعي ويكاد يسلبني الفراق رشادي، كوني الصديقة إذ تخلى صاحب وكبى بأرض الرافدين جوادي، مدي يديك وهدهدي وجع الهوى، علي بدفئك أستعيد رقادي، أدمت نصال النائبات تجلدي وفقدت في درب الطويل عمادي، غصص الحياة من الشراب تذيقني مرا، غصص الحياة من الشراب تذيقني مرا وتمزج بالمواجع زادي، أقضي غصص الحياة من الشراب تذيقني مرا وتمزج بالمواجع زادي، أقضي ليالي الطوال مناجيا فيها الأسى وبها النديم سهادي، ونغت ليالي الحادثات مسرتي فدفنت أحلامي وطال حدادي، عاندت في حب العراق مصائبي جلدا ولم تلن الجراح عنادي، وعروبتي ظلت تعز بضادها وحفظت في لغو الأعاجم ضادي، وعروبتي ظلت تعز بضادها وحفظت في لغو الأعاجم ضادي، وإذا رأى الناس السكوت سلامة سأظل في صدر الجموع الهادي، وأظل أبذر في العراق مطامحي حتى يتوج بالفخار حصادي. أجيبيني فقد صلب السؤال على شفتي وقد نضب المقال، أجيبيني فقد صلب السؤال على شفتي، على شفتك لحالك على شفتي مذ نضب المقال. هل يفتى مالك في المدينة؟ نعم لا يفتى. ايش يا حمدتك؟ ليش ما تقول سعيد لك؟ ها؟ ليش ما تقول اعطيناك يا سعيد؟ مو انتظرك تحكي. انا ما بحكي، انت بتحكي واحنا بنسمع. يلا احكي شوي. أجيبيني فقد صلب السؤال ايوه على شفتي مذ نضب المقال. سجل مولي اعتراضات الاخوان هذه تاريخها. يجوز للشاعر ما لا يجوز لا هو صحيح، انا الصحيح هو مخطئ. يجوز للشاعر ما لا يجوز. لا هي القراءة الأولى وقد لم تقرأها قرأ وقد في القراءة الأولى. على شفتي مذ نضب المقال، أجيبي أطفئي في احتراقي. لا من أول أو الخطأ نرجع للجو. أجيبيني فقد نضب المقال. ما صلى على النبي. حسنتوا الزلمه يا جماعه. أجيبيني فقد صلب السؤال على شفتي مذ نضب المقال، أجيبي أطفئي في احتراقي، أحق عشق عينيك المحال، دعيني منهما ألقى دلالا
ففي عينيك يغريني الدلال. دعيني مبحرا فيهما، دعيني مبحرا بهما دهورا، دعيني مبحرا بهما دهورا إلى حيث الأماني والمنال. أغازل فيهما أوهام طيشي فيثني العقل ما رغب الخيال. ففي الأجفان تزدحم المعاني وفي الأهداف يكتمل الكمال. على شفتيك أزدلت الدوالي عناقيدا، على شفتيك أزدلت الدوالي قطوفا لو كانت تنال. أمد يدي لأجني في سلالي فتشقى في تصبرها السلال. أمد يدي لأجني في سلالي فتشقى في تصبرها السلال. دعيني أرسم الشعر ابتهالا وكل قصر، دعيني أرسم الشعر ابتهالا وكل قصيدة فيك ابتهال. أنا منذ البداية لم يضرني من الواشين قول قد يقال. زرعت لك القصائد وهي كثر حقولا تنتشي فيها الظلال، وصبت لك النجوم سوار حب لأطياف السنة فيهم ثيال. حملت معي قلائد ياسميني فصاعد منك يبهجها الوصال. أذعت بها على الدنيا اعترافي بأنك كل ما يعني الجمال. حملت معي قلائد ياسميني قصائد منك يبهجها الوصال. أذعت بها على الدنيا اعترافي بأنك كل ما يعني الجمال. يجادلني بما أزمعت صحبي وهل يجدي لمحتضر جدال. جعلت قطاف أحلامي قصورا فحالت دون أحلامي جبال. ملأت القلب من وهمي جراحا فلا برء يلوح ولا اندمال. وكم جاهدت ملأت القلب من وهمي جراحا فلا برء يلوح ولا اندمال. وكم جاهدت أن أبدي رجائي فيمنعني حيائي والجلال. فليس من اليسير على كريم عزيز أن يرد له سؤال. شكرا لكم، شكرا لهذا الجمع الجميل. ممكن نطلب قصيدة يا سيدي؟ قصيدة يعني. نعم، قصيدة المدرسة كمان قصيدة والله يا لا 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 والله جميلة، أنا حبيتها. خلي اشوف والله بس يكمل قصيدة ابو الخطاب قصيدة العام الجديد اذا ما عين قصيدة موجودة بس طلب خلص على طلب. طبعا أنا كما قلت المدرسة اسمها شط العرب، إعدادية شط العرب وهي ثانوية يعني. والله يا شباب اللي استاذ تيسير معك سيدي معك سيدي. طبعا هي من قصائد الولدنة من البواكير. وجه هذا عن خيال طاف بي إذ تلاقينا بشط العرب. وجه هذا أم خيال طاف بي إذ تلاقينا بشط العرب. تتهادى بين أصحاب لها مثل بدر شق ثوب السحب. يتلالى الوجه نورا وسنا تتباهى بجمال عجبي. حينما مرت أثارت دهشتي فأصابتني بسهم العطب. يا نشيد الحب أطربني فما تعذب الدنيا بغير الطرب. كنت قبل اليوم أحيا سارحا وخليا في فضاء رحبي. أصحب الطير بشدو حالم ألثم الزهر بقلب رغبي. أملأ اللقيا هتافا أنني نلت في حبي جميل العرب. توقظ الحلم بقلبي نشوة رقصت فوق فمي المضطرب. مثل عصفور أغني بهجة يحضن الروض شويا لعبي. وإذا ذقت بحري أرتمي بلهيبي
فوق غصن رطب. كم حسبت الحب روضا مبهجا يزرع السلوى بقفر خرب، وبساتين كستها خضرة ترتمي فيها حقول العنب، والعصافير تغني في المدى تمسح الحزن عن المغترب. قصص العشاق فيها عذبة مثل ما تروي بطون الكتب، غير أني لم أكن أدري الهوى محض سهد عالق بالهدب، وانتظارا واعتصارا قاتلا يتوارى في الجوى الملتهب. تاه قلبي فشكاه صبحه غارقا في ليله المكتئب. كم صحبت الوجد ليلا وضحا تحرس الشوق عيون التعب، زارني العشق فذابت فرحتي وحباني الحزن عيش الوصب. أرجم الحب وأرثي لحظة أورثتني غصة المنتحب، ووجدت الحب وهما خادعا نشوة قد داعبت قلب صبي. ضاع حلمي مثل ما ضاع سدى بخلاص القدس حلم العرب. ما شاء الله عليه وسلم. واختم بقصيدة العام الجديد أو العام هي اسمها عنوان. نعم. العام الجديد. بما ان على مشارف عام جديد. نعم. بدنا سنة قديمة، بدناش عام جديد. هي دي ليلة الميلاد أيضا موجودة. عام توارى وعام للوجود بدا، فعانق الحلم قلبا للحياة شدا. عام توارى وعام للوجود بدا، فعانق الحلم قلبا للحياة شدا. عام سكبنا به أحلامنا ومضى محملا بشكاوى كل من سهل. وهل عام رجونا أن نعيش به صفوا يخفف عن أرواحنا الكمد. أضنى ابتعاد المنى أرواحنا قلقا، عل الجديد عن الماضي قد انفردا. أضنى ابتعاد المنى أرواحنا قلقا، عل الجديد عن الماضي قد انفردا. ونأمل الحب فيه أن يوشحنا مطوفا بحياة تنشر الرغد. أحلامنا بشذا البشرى تعطرنا، وكل أحزاننا تبدو بها بددا. حتى النجوم التي كانت تشاركنا تيها ستمسي بليل التائهين هدى. والذكريات محطات يمر بها من جاء يسأل في درب الهوى رشدا. في كل زاوية منها لنا قصص وأمسيات أبت أن تمحي أبدا. فكم رسمنا بها أحلامنا مدنا، وكم بها يتعالى للصداع صدى. كم داعبت بالأماني أعينا تعبت، واستوطن السهد في أهدابها أمدا. ويا حبيبة ذا عام مضى وأتى عام، وجمر الهوى ما زال متقدا. ماذا سأكتب في العام الجديد، وهل لي أن أوفي جمالا فيك محتشدا. وكل معنى جميل فيك أكتبه أمام ما وهبت عيناك محو صدى. أي الهدايا في عشق سموت به، تملك الجود فيه الروح والجسد. فكل عام رعاك الله لي قبسا في ظلمتي، كلما عم الدجى اتقدا. فكل عام رعاك الله لي قبسا في ظلمتي، كلما عم الدجى اتقدا. وكل عام ومن كل حب يأمرني شمسا تعانق أزهاري وفيضا ندى. جميل. شكرا لإدارة الشعراء، شكرا لهذا الجمهور الجميل، شكرا للمشاهدين. كل عام وأنت بخير. وأنتم
يعطيك العافية. شكرا لهذا البهاء وهذا الإمتاع والإطراب. حقيقة استمتعنا كثيرا في هذا المساء بالاستماع إلى الشعر الجميل. شكرا جزيلا. ونستمع الآن إلى الملحوظات. هنا الأخ الكريم كانت لديه مداخلة. سعيد يعقوب. أستاذ سعيد يعقوب. لا أنا ما أعرف لا الأستاذ هنا كانت لديك مداخلة، تفضل. لا أنت نصرتني. أنا طول عمري مناصر. تفضل ولا يا استاذ على باطل عشان الصوت. أنا طول عمري مناصر. نصرك على الباطل. تفضل. قرأت في الأول وقت وهنا يختل الوزن يا في كلام لا تفضل. بديت بالشطر الأول بها فقط، بس الشطر الثاني اعتراضك على أعدت نعم. الصف الأول قلت وقف. شكرا جزيلا، نحن نتفق معك. لا كيف يعني تسقط يعني؟ لا أنا ما بدي أتفق. سقطت بغداد وسقطت دمشق وسقطت القدس، يعني لماذا نجمع الواقع سقطت بغداد أمام القوات الغازية الأمريكية. وين سقط؟ وين سقط؟ مثل ما سقط هذا التعبير العسكري، سقطت المدينة بيد القوات الغازية. وين سقط؟ هو أنا بدي أسألك سؤال، وين سقط؟ سقطت بس وين سقطت؟ يعطيكم العافية. نلتقي في مساءات أخرى إن شاء الله شعرية والمزيد من الإبداع.